السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت، إيه رأيكم في الفقاقيع دي؟ رأي أولادي. عاملين إيه؟ وحشتني جدا، كل سنة وانتم طيبين. أول بقى ما تدخلوا كده ما تنسوش تحطوا اللايك بتاعكم وتكتبوا لي كومنت حلو وتشتركوا في القناة لو كنتم لسه ما اشتركتوش. الروتين ده قوي جدا ومليان طاقة إيجابية ومليان حماس على قد ما تقولوا. عملنا فيه حاجات كتيرة جدا جدا جدا، روقنا الشقة كلها وعملنا غدا كمان وعملنا حاجات كتيرة قوي يعني. بجد الروتين ده هيعجبكم. ما تنسوش اول ما تدخلوا تحطوا لي اللايك المتين بتاعكم، عشان انا بفكركم بيه، عشان هو ده اللي هيرفع لي الفيديو ويخلي عدد كبير من الناس تتفرج عليه باذن الله، يعني ان شاء الله بدون مقاطعه. اول حاجه ببتدي بيها هي البلكونه، عشان تديني كده شويه طاقه ايجابيه تخليني اعرف اكمل بقيه اليوم بتاعي. الصحيان بدري نعمه يا جماعه، الصحيان بدري فعلا فعلا نعمه. وكمان نور ربنا ده اكبر نعمه. يعني انا ابتديت بالبلكونه لان هي هتديني كميه طاقه ايجابيه ملهاش حل. اتشجعوا كده وقوموا شوفوا الشقه بتاعتكم، خاصه افتحوا الشبابيك، ولو حتى عندك شباك واحد بس على شارع او حاجه زي كده افتحيه، دخلي نور ربنا، خرجي الهواء السلبي اللي موجود في البيت نتيجه النفس والكتمه والشباك المقفول، وافتحي كده، استقبلي يوم جديد، استقبلي نهار جديد بكل خير ان شاء الله يبقى علينا وعليكم. انا اسفه. ان شاء الله يبقى يوم جميل كده وحلو ومليان طاقه ايجابيه علينا وعليكم باذن الله. ان شاء الله العيد قرب، فلازم نعمل العمله دي لان لسه فاضل شويه على العيد. وكمان حصل عاصفه كده، كانت في عاصفه ترابيه كانت عندنا فبهدلت الدنيا الصراحه. يعني عندي ستاير بقت مليانه تراب، مش قادره استحملها لحد ما يجي العيد. يعني لسه العيد برضه فاضله شويه، بس انا مش قادره استحملها لحد ما يجي العيد. كميه تراب ملهاش حل وبهدلت لي بقى الدنيا جوه. فلا على ايه، احنا بقى نقوم كده نتنشط ونعمل روتين جامد ونشجعكم كمان، ونتشجع بيكم ونتشجع بتعليقاتكم الجميله اللي انتم بتكتبوها لي. انا مبسوطه جدا. يا ريت بس تشدوا حيلكم في الاشتراك في القناه، وان انتم تفعلوا الجرس عشان لما انزل اي فيديو ينزل لكم على طول ويجي لكم اشعار بيه. وتحطوا لي اللايك الجميل عشان كمان القناه بتاعتنا تعلى. خلاص قربنا على 20,000، شدوا حيلكم بقى معايا، خلاص قربنا على 20,000 بإذن الله. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله ربنا يكرمني بال 20,000. أنا برضه بأي حاجة اللي ربنا كاتبه لي أنا مبسوطة بيه، الحمد لله رب العالمين. كله خير من عند ربنا وكله ترتيب ربنا. حياتي أنا بحس إنها كلها ماشية بترتيب ربنا، بس يعني هي عبارة عن حكم في حكم في حكم من ربنا، وأنا راضية بيها. وهو الحمد لله رب العالمين بيفاجئني كل مرة، بيفاجئني بكرم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. طبعا اللي عارفني من الاول عارف ان انا هنكمل بعدين، عشان دي مهم جدا، عشان انتوا لو عملتوها تيجي كمان في ميزان حسنات اختي، لان اختي هي اللي قالت لي عليها. شويه كده ممكن تجيبي اكل عصافير، لو مش في امكانك تجيبي رز مثلا. انا جبت نص كيلو رز وحطيته، قلت ده بتاع العصافير وبتاع الحمام والكلام ده. بتحطي الطبق والله بيقعد يعني ممكن 3 4 5 ايام يعني، بس نضفوه لهم بس كل شويه وخلاص، وشويه ميه حلوين كده. يعني ادي بقى كده ايه، صدقات جاريه وانت قاعده كده من غير ما تاخدي بالك. اي حد اي طير اي حاجه هيشرب منها، كل ده في ميزان حسناتك. ممكن يشكر ربنا زي ما بيقولوا فيفرج عنك كربه من كرب الدنيا ما تبقيش عارفه انت اتفرجت ازاي واتحلت ازاي، وهي اتحلت بسبب حاجه زي كده. اللي قالت لي على الموضوع ده اختي، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها يا رب يا رب، ويجعلها برضو لما انتوا تعملوها باذن الله ميزان حسناتي وحسناتها باذن واحد احد. الموضوع ده سهل وبسيط زي ما قلت لكم، اكل عصافير او ان انتوا تعملوا رز زي ما انا عملت كده وشويه ميه وبس، صدقه كده كل يوم لما كل اي حاجه تاكل منها. المهم دخلت بقى على الاوضه اللي بعد البلكونه على طول، تمام. كنسناها ونفضناها وشلنا التراب اللي على الحيطه، وشلنا لان قلت لك كان التراب فظيع الصراحه. ومسكت بقى زي ما انتم شايفين كده كل حاجه لمعتها، وحتى الحيطان لمعتها. بس انا ما رضيتش اجيبها عشان احنا عملناها مع بعض قبل كده كتير، فما رضيتش بقى ان انا اجيبها عشان ما اكررش نفسي. انا عارفه ان شقتي ما فيهاش حاجات كتير، وعارفه ان اللي بعيد وبزيد وبعمل نفس الحاجات، وما بعملش حاجه مختلفه عن اللي انتوا بتعملوها، عشان انا بتجيني تعليقات وحشه جدا ان انا يعني تستعملي ايه مختلف او كده. انا ما بعملش حاجه، انا ده اكل عيشي، وده انا دي الحاجه اللي انا اقدر اعملها. يعني من الاخر انا باخد بالاسباب الرزق فقط لا غير. دي اسباب الرزق. تعملي ايه؟ تقومي تعملوا روتين بالامكانيات البسيطه اللي عندك. بالامكانيات البسيطه اللي عندي، خلوها قاعده في حياتكم. اعملوا اللي ربنا يقدركم عليه، ومالكوش دعوه بالباقي. المهم انتوا تقولي لربنا يا رب انا اهو عملت اللي عليا، الباقي بقى عليك، تمام. بس وارمي بقى حمولك كلها على ربنا، مالكيش دعوه بالنتائج خالص.
معلش يا جماعه، دي موسيقى تصويريه. دايما كل ما اجي اعمل فيديو لازم حد يبيع، لازم حاجات كده يعني. ربنا يا رب يوسع رزق الناس كلها، قادر يا كريم. المهم زي ما قلت لكم، اعملوا اللي عليكم ومالكوش دعوه باي حد. التراب كان مبهدل الدنيا زي ما انتم شايفين، بس انا مسكت الشقه كلها يعني، فرمتها بجد يعني. كده الاوضه خلصت. طبعا الستاير دي محتاجه تتشال، بس دي انا مش عارفه اشيلها عشان هي مش على ماسوره، هي على سلك، رابطه سلك كده ومدخلاها فيها، فمش عارفه افكها خالص. الماسوره دي وقعت فوق دماغي وقعت فوق دماغي. بس عادي، كله فدا التنظيف والنظافه. حتى دي كانت مليانه تراب. كده انا مش هحط ستاير دلوقتي، لان طبعا كده داخلين بقى على العيد، كل سنه وانتم طيبين، وهنفرش فرشه العيد ان شاء الله مع بعض. فانا شلتها عشان اغسلها وما حطيتهاش. الا المكان اللي انا بنام فيه رجعت الستاير بتاعته تاني، لان بتبقى منوره نور مش طبيعي. نور ربنا حلو بس مش واحنا نايمين. واحنا نايمين بيبقى الموضوع صعب جدا يعني، ما تعرفيش تنامي بسبب النور، مزعج. فلازم احط ستاير عشان اعرف انام وكده. المهم مسكت بقى زي ما انتم شايفين، شلت كل الحاجات وشلت يعني عشان تبقى تنظيفه العيد بالمره. مش دي تنظيفه العيد، لا قصدي ان انا اشيل الستاير واشيل الحاجات اللي محتاجه تتغسل عشان اغسلها، عشان نيجي بقى نفرش على العيد كده. مسكت بقى التراب اللي كان في الشباك. طبعا الشباك ده على الشارع زي ما انتم شايفين، فالتراب فظيع يعني. شايفين بس ده كده، شايف التراب اللي هيخرج ده بس عشان خاطر العاصفه اللي جت، مش عشان انا بقالي شويه ما كنستش ولا بقالي شويه ما عملتش، لا والله ابدا. المهم مسكت بقى الصاله بتاعتي كمان، دخلت عليها وكنت بقى بصوا يعني التراب ده بيعصبني اصلا. بحس ان انا ماشيه على تراب كده، الموضوع بيبقى صعب. وبعدين بتاخدي برجلك من هنا تروحي توديه في الاوضه الثانيه، بتاخدي من البلكونه. لا الموضوع صعب جدا يعني. ما قدرتش استحمله ان انا مثلا اروق تروقه كده وخلاص لحد ما يجي العيد. لا، قلت لا، انا لازم افرم الشقه زي ما انا قلت لكم، وبعد كده لما يجي العيد بقى ربنا يحلها يعني. روقت بقى الشقه زي ما انتم شايفين كده، ودخلت بقى على الصاله بتاعتي. شلت كل الحاجات اللي كانت فيها، شلت كمان الحاجات اللي كانت محطوطه على الحيطه. حلوه الرجلين اللي راحه والرجلين اللي جايه دي. عارفه بتفكرني في ايه؟ فاكره عارفين الفيلم القديم بتاع طاقية الاخفاء دي؟ تحس ان الفيلم ده لما الماده السحريه اللي كانت موجوده قلت في اخر الفيلم كده، وكانت الناس ماشيه برجلين بس، وفكرني كده بالظبط. انا بحب الصراحه الافلام القديمه جدا جدا جدا، بحب اتفرج عليها يعني، الافلام الكوميدي القديمه. بس كان زمان الحمد لله، ربنا تاب علينا يعني. مسكت بقى الكنب بتاعي كله حطيته في اخر الصاله زي ما انتم شايفين. وبعد كده يعني قلت افضي الصاله كلها بحيث ان انا اعرف اكنس وامسح واظبط كده، يبقى الميه كتير وكده في جزء كبير من الصاله. وبعد كده ابقى اخد الجزء التاني وارجع العفش المكان ده، قصدي الكنبتين. عشان في كل ما اقول الكلمتين دول زي ما يكون في حد قاعد يعني مترصد لي. لا، عفش بتتكلمي عليه؟ دول هم كنبتين. ايوه كنبتين، بس ساترني الحمد لله كنبتين وانا راضيه بيهم. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ربنا يعني اللي بيصبر بينول. وانا متاكده ان ربنا ان شاء الله هينولني وهينولني كتير باذن الله، لان انا اللي شفته في حياتي كان كتير جدا. بس مش هنقلبها دراما، الحمد لله. انا متاكده ان ربنا هيجبرني زي ما انا متاكده ان انا بكلمكم دلوقتي. المهم مسكت بقى الصاله بتاعتي، قصدي المكان اللي احنا عاملينه. فاكرين دي كانت ايه؟ دي كانت مولة سرير، فاكرين؟ مولة بقى السرير دي. مسكتها مسحتها كده وشلت كل اللي كان عليها، وبعدين هرجع الحاجه مكانها تاني بس وهي نظيفه. ايه رايكم في الورد اللي انا حطيته ده؟ افوره بزياده، بس يعني مدي شكل حلو ومختلف يعني، تغيير انا بحب التغيير. مسكت بقى الحيطه بتاعتي دي. انا مش قادره اقول لكم، انا يعني اولادي ربنا يحميهم على طول ايديهم على الحيطه، على طول على طول على طول ايديهم على الحيطه. شايفين التراب؟ والله العظيم التراب ده انا على طول ببص يعني، انا مسحت اهو بصي رجعت جديده. ليه بقى؟ لاني اصلا هي نظيفه، بس التراب نتيجه انا على طول مفتحه الشبابيك بتاعه الشقه. مش بحب ابدا ابدا التقفيل الشبابيك، على طول فتحيها وانا على الشارع. فبالتالي اي عربيه رايحه او جايه، وفي الدور الاول كمان اي عربيه رايحه او جايه فبتطلع تراب. ما بالك بقى كمان ان كان في عاصفه ترابيه وكده، فعشان كده الشقه اتردم التراب نتيجه ان انا مفتحه الشبابيك. وعادي خالص، انا حتى لو الشبابيك اقول لك بتجيب عليا انا بحب تفتيح الشبابيك باستمرار، ما بحبش الكتمه، ما بحب نور ربنا زي ما قلت لكم بيديني طاقه ايجابيه كده.
جدع يا نوجة، كملي كملي، يلا شجعوا نفسكم يا جماعه. والله العظيم ساعات كتيره بقعد اشجع نفسي واقعد اقول شاطره يا نوجة، جدع يا نوجة، كملي، يلا ربنا معاكي، ربنا يقويكي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. فعلا فعلا بتفرق. جربوا كده مع نفسكم وشجعوا نفسكم وشوفوا الفرق في حياتكم هتبقى شكله عامل ازاي. يعني اول ما هي نفسي تعبانه كده او مجهده، لان طبعا ده مجهود عليا كبير جدا جدا، لان انا خارجه من عمليه من وقت قريب جدا يعني. وكانت عمليه كبيره ومش كبيره بس كانت صعبه. تمام. فتقدروا تقولوا اني فعلا تعبانه، فعلا فعلا انا تعبانه. بس لما بتقعدي بقى كده تشجعي في نفسك، ويلا يا نوجة تشجعي، يلا ربنا معاكي، ربنا يقويكي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، يلا اجر مجاهد في سبيل الله، مش عارفه ايه كده، ابص الاقي نفسي اتشجعت كده وبقيت حاجه تاني خالص. وربنا سبحان الله قاعد اقول اللهم اني ابرأ لك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، اللهم لا حول ولا قوه الا بك. بحس سبحان الله على الطاقه اللي بتدب فيا والروح اللي بتدب فيا. وبعدين اعملي حاجه وارتاحي، اعملي حاجه وارتاحي. مش لازم ابدا ان انت تعملي كل حاجه مره واحده كده ورا بعض ورا بعض. ممكن تقفي شويه، تقعدي في البلكونه شويه، تشربي كوبايه نسكافيه مثلا، او اي مشروب انت بتحبيه. انا بحب النسكافيه عامه يعني. فممكن تشربي كوبايه نسكافيه ولا حاجه، تريحي نفسك، تريحي اعصابك، وبعدين تدخلي تكملي تاني عادي، استراحه محارب زي ما بيقولوا، ورجعي كملي تاني. يعني الدنيا مش هتبوظ لو انت خدتي نفسك 10 دقايق يعني ولا ربع ساعه، يعني مش حوار عشان تقدري بس تكملي. مسكت بقى كده، شلت حتى الكومودين اللي انا كنت حاطاه في الصاله ده، وحاطه عليه الراوتر والكلام ده، شلته، وبرده مسحته من جوه من بره، مسحت تحتيه، وده كده تحت الكنبه اللي هي قصاد الشاشه على طول. شايفين البيت فاضي جدا لان جايبه كل حاجه اليمه التانيه، وزي ما انتم شايفين بيلمع بيلمع. رجعنا بقى الكنب مكانه تاني، هنحطه مكانه تاني، وهنرجع كل حاجه مكانها عشان نعرف ناخد الجنب التاني. انا الجنب التاني ما جبتوش معاكم، انا جبته مع نفسي الصراحه، لانه قلت كفايه عليهم كده عشان ما يزهقوش مني. كنا لسه نعمل كمان شويه حاجات تاني، وهنخش بقى على المطبخ ونشوف ورانا ايه في المطبخ، ونعمل غدا ايه للاولاد. لان انت طالما بقى يعني مش عشان انت روقتي بقى مش هتعملي غدا للاولاد، لازم تدلعيهم هم كمان. دلعتي البيت وبقى نضيف وقشطه كده، ونفسيتك بقت حلوه، ادخلي بقى اعملي اكل كده حلوه للاولاد. اكله حلوه، مش لازم فراخ او لحمه. انا عارفه ان الظروف بتاعت الناس كلها بقت وحشه. اكله حلوه يعني اكله متكامله يعني. فاهماني؟ يعني مش مثلا هعمل شويه مثلا ملوخيه وخلاص، اعمل مثلا شويه عدس وخلاص، لا. لو هتعملي حتى عدس، امسكي بقى امسكي بقى مثلا العيش، حمصيه، قطعي شويه بصل كده وظبطيه، قطعي جنبه مش عارفه هاتي بقى شويه زيتون ولا شويه اي حاجه من، انت فاهمه قصدي؟ هي دي الاكله المتكامله يعني. انا عملت كده النهارده، عملنا شويه مكرونه وحمرنا بطاطس وحطيت عليها فيجيتار. بس قبل كل ده غسلت المواعين بتاعتي وروقت المطبخ، وما كانش فيه كتير، بس الحاجه متبهدله يعني يعني موجوده في كل حته كده، ما فيش حاجه رايقه، فاهمه؟ مسكت بقى بتاعتي الباسكت بتاع الزباله اعزكم الله، رحت هو اصلا نظيف، رحت مدخله فيه البتاع بتاعته اسمها الشنطه بتاعته، عشان لو في اي مثلا حاجه زي كده تخرج او حاجه اروح رميها فيه على طول. ومسكت بقى المواعين بتاعتي كومتها كلها في مكان واحد، وشلت الحاجات اللي كانت موجوده اللي هي مثلا زي المشط، قطر الودن، مش عارفه الحاجات دي كانت بره، رجعتها مكانها تاني. ومسكت بقى الحاجه كلها في الحوض. اهم حاجه رفهي عن نفسك. انا فضلت اعمل فيه كده شويه كتير على فكره، يعني بعد ما وقفت يعني كنت بعمل معاكم وشلت حته كبيره منها، يعني حسيت ان التفاهه دي لا كتير قوي عليكم كده، بس انا هوريكم بس شويه تفاهه من بتاعتي. لازم يبقى عندك روح الاطفال كده عشان تقدري تكملي الحياه الصعبه دي. المهم السلك بتاعي زي ما انتم شايفين انا بمسكه بقطعه حتت 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 كده على قد الحتت اللي انت هتاخديها على طول تغسلي بيها. ليه؟ لانه بيوقع. لما تيجي تطلعي حته من السلك هتلاقيها طلعت بقايا وقعت منك في الارض او على الحوض او في اي حته. فليه احنا نقطعه اول ما نجيبه على طول؟ اول مره تمسكيه تقطعيه وتلمي بقى اللي هيقع، الفتافيت اللي هتقع منك دي كلها هتلميها مره واحده بس. بعد كده عايزه اغسل مواعين اروح واخده حته من اللي انا مقطعاه مجهزاه زي ما انتم شايفين كده. دي هتسهل عليك الدنيا جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم مش كل مره هتبوظي حاجه او هتعملي حاجه هتبوظي الدنيا يعني في الفتافيت. اهم حاجه يا ريت تحطوا لي اللايك لو كنتوا نسيتوا اتشغلتوا بالرغي اللي انا عماله ارغيه دوت ونسيتوا تحطوا لي اللايك. من فضلكم حطوا لي اللايك لو كنتم وصلتوا معايا للوقت ده. الروتين ده كان قوي زي ما انتم شايفين، والله العظيم انا تعبت فيه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فلو تقدير بس منكم ان انتوا تحطوا لي اللايك بتاعكم اكيد هتبقى حاجه كويسه. مسكت بقى على طول برضو شايفين انا بقيت اعمل ايه بقى؟ مسكت الطبق وحطيته فوق العين اللي هي في النص دي، لانها اصلا كده عندي بايظه.
والله من ساعه ما جه البوتاجاز وهي اللي عندي بايظه. يعني انا جبته، واول ما جبته كنت عايزه احوله من غاز لعادي كده يشتغل على انبوبه. اللي حصل ان الراجل اللي جابها لي بوظ لي، كان عايز يغير مش عارفه ماسوره تقريبا فيها او كده، وكسرها وبوظها. والله العظيم زعلت قوي، وكسر لي الاشعال وبوظ لي الاشعال. وبص كان مش عارفه اقول لكم انا زعلت قد ايه. كمان كان البوتاجاز لسه جديد اصلا، انا ما تهنتش حتى بالاشعال بتاعه، بس عادي قدر الله ما شاء فعل. المهم بقى مسكته كده روقته، ومسكت بقى حته طبق كده المونيا، بقيت احط فيه اعواد الكبريت بتاعتي. يعني اي عود كبريت استخدمه اروح حطاه فين هنا على طول. ومسكت بقى الحوض في الطبق، يعني مسكت بقى الحوض بتاعي غسلته وظبطته عشان خاطر ابتدي بقى الاكل كده على نظافه. لما تبتدي الاكل على نظافه بتبقى راحتك، عندك راحه نفسيه وهدوء سبحان الله. يعني بجد بيبقى نفسك مفتوحه ان انت تعملي كل حاجه. رجعت بقى الطبق مكانه زي ما انتم شايفين. حبيت اعمل حركه كده بس طلعت معايا مش مظبوطه خالص، بس انا كانت النيه حلوه. بصي اللي هو ايه، عارفه كده اهو اتقطعت كده اتعملت بس ما طلعتش معايا مظبوطه، ما عرفتش اظبطها. يعني لان انا مؤخرا ابني بقى في امتحانات وكده، انا اللي بقيت امنتج، فما بقيتش عارفه، ما عرفتش اظبطها قوي يعني. بس مش مشكله، انتوا اعتبروا ان الحركه حصلت ماشي. مسكت بقى المكرونه بتاعتي سلقتها، وبعد كده قطعت القوطه بتاعتي واحطها في الخلاط اخلطها. واكون بص شايفين القطايه دي فيها جزء بس بايظ على فكره. مش معنى القطايه فيها جزء بايظ او اي ثمره، حتى لو كانت تفاحه موزه اي حاجه، ان هي باظت يبقى الباقي بتاع الثمره مش بايظ. ده مش حقيقي. انت طالما الثمره طلع منها جزء بايظ يبقى الباقي كله بايظ، بس هو مش باين عليه. فاهماني؟ اصلا الاكل اصلا كله بقى حاجه صعبه، فاحنا مش هنبوظ الدنيا على نفسنا اكتر بان احنا ناكل بحاجات هي اصلا فيها مشاكل. انت فاهمه قصدي؟ يعني هي باظت استعوضي ربنا ورميها، لكن ما تستخدميش جزء منها وترمي جزء. دي حاجه مش صحيه بالمره بالمره بالمره. التوابل اللي انا حطيتها ملح وفلفل اسود بس على ومش كتير كمان على المكرونه بتاعتي عشان ما يقلبش معاكي طاجن. وانا عملتها بالثوم، جربوا المكرونه بالثوم وانتوا هتدعوا لي احسن من بتاعه البصل مليون مره. بس ده برضو رايي الخاص، يعني ممكن انتوا تحبوا بتاعه البصل اكتر، لكن انا مش بحب بتاعه البصل خالص. دي سلطه بالسلطه على قدنا. انا بعت اجيب خيار، لقيت الخيار ب 16 جنيه، قلت له والله ما انت جاي، مالها حلوه وجميله وزي الفل من غير خيار، بصل وخضره. بس خضره هاتي بقى ايه، ممكن شبت وكزبره. البقدونس ده ما تدخلهوش بيتك لان انا بحس ان ملوش طعم، الا بقى لو انت في ارياف مثلا او كده. لا لو انت بقى في يعني مش في مدينه يعني، فاكيد اسمه ايه ده، الكلام طار من دماغي. اكيد البقدونس هيبقى طعمه حلو، لكن وانت هنا في المدينه هاتي كزبره وهاتي التاني ده اسمه ايه، شبت، وحطي مع بعض وشوفي بقى احلى اكل.